هزت جريمة مروع المجتمع التركي يوم الأحد بعد ساعات من نشر فيديو يوثق لحظة ارتكاب الجريمة على منصات التواصل الاجتماعي، وتبين لاحقا تفاصيل قصته تعود سببها إلى حالة واتساب. إليكم التفاصيل. ووقعت الحادثة مساء السبت 29 تموز عند الساعة 11:10 ليلا في محل تجاري بشارع محمد عاكف بأسيورت، وبدأت بعدها قوات الشرطة البحث عن الأشخاص الأربعة الذين كانوا يستقلون سيارة سوداء. وأسفر الحادث عن مقتل شابين عمرهما 24 و20 عاما، وإصابة شاب ثالث بعمر 21 عاما. وتعود القضية الأساسية لخلاف حول دين انتهى بجريمة مروعة أطرافه من الأتراك، ولا علاقة للعرب أو السوريين فيه، وفق ما أكدته مصادر إعلامية تركية. وأصل القصة خلاف قديم بين عائلتين تركيتين جراء دين، ليعود الخلاف ويتجدد بحالة على واتساب تحمل نوعا من التهديد والوعيد. وأثارت تلك الحالة غضب أحد أطراف الخلاف، ودفعهم لمهاجمة محل كحول في سيورت بإسطنبول، حيث تبين الكاميرات المراقبة دخول 3 أشخاص إلى المحل. وبعد جدال قصير تفاقم الأمر إلى عراك بالأيدي، وعندما ازداد الوضع سوءا دفع بصاحب المحل أو الضحية إلى سحب السلاح للدفاع عن نفسه. وبعد الاعتداء على صاحب المحل بشدة، فإنه قام بإطلاق النار على قدم الشخص الذي هاجمه، لكن شقيق المهاجم أطلق عليه 4 رصاصات فأسقطه قتيلا، إضافة إلى إطلاقه النار على شخصين آخرين قتل أحدهما، وأصيب الآخر في قدميه إصابات بالغة. وفور انتشار المقطع أطلقت مديرية أمن اسطنبول حملة ملاحقة للقبض على القتلة، التي أسفرت عن اعتقال أحدهما، فيما لا يزال شقيقه الأكبر الذي قتل الضحيتين وشخص ثالث من عائلته هاربين من الأمن. ونفذت قوة أمنية كبيرة حملة بحث واسعة في مدينة إسيورت، الموقع الذي ارتكبت فيه الجريمة، بحثا عن القتلة، وقامت باستخدام طائرة مسيرة لتمشيط مساحة واسعة بحثا عن الهاربين. وهزت الجريمة الشارع التركي، وطالب العديد من المشاركين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإعادة تفعيل عقوبة الإعدام وفرض إجراءات قاسية على اقتناء الأسلحة بعد وقوع العديد من الجرائم باستخدام المسدسات. يشار إلى أن تركيا ألغت رسميا عقوبة الإعدام عام 2004 من أجل تطبيق البروتوكول السادس المتعلق بشروط الانضمام للاتحاد الأوروبي، رغم أن عمليات الإعدام متوقفة في البلاد منذ نهاية الثمانينيات. وتشهد مدينة اسطنبول حوادث قتل واعتداء متكررة، وفي عام 2022 شهدت اسطنبول 324 حادثة قتل، قتل فيها 344 شخصاً، واعتقلت السلطات 793 شخصاً على صلة بهذه الحوادث. وفي عام 2021 وقعت 294 حادثة قتل في المدينة. وقال مشاركون تعليقاً على مشاهد الجريمة السيد وزير الداخلية السادة مديرية الأمن: عقوبة الإعدام يجب أن تقر، ويجب إعدام هؤلاء القتلة. أنتم متابعين الكرام، ما هو تعليقاتكم حول هذه الجريمة البشعة؟ رأيكم في التعليق يهمنا.